السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. المرجو منكم وضع السماعة والانعزال في مكان هادئ ومظلم. في إحدى القرى النائية بالمغرب كانت الأساطير والخرافات تروى في ليالي الشتاء الطويلة، خاصة عن وادي الظلال، وهو مكان منعزل محاط بأشجار كثيفة وأصوات غريبة تسمع فيه بعد غروب الشمس. قيل أن هذا الوادي هو مأوى الجن منذ مئات السنين، وإن من يدخل إليه ليلا لا يعود أبدا. ذات يوم قرر رجل مسن يدعى الحاج علي أن يكسر حاجز الخوف. كان الحاج علي رجلا متدينا وشجاعا، وقد عمل طوال حياته في رعي الغنم، لكن فضوله بشأن الوادي الذي لا طالما خاف الناس من ذكر اسمه دفعه لاتخاذ قرار جريء: الذهاب إلى الوادي ليلا ليتأكد بنفسه من حقيقة ما يقال. جمع الحاج علي عصاه ومصباحه النفطي وبعض الطعام، وانطلق نحو الوادي مع غروب الشمس. عندما وصل إلى مدخل الوادي شعر بقشعريرة تسري في جسده، لكن شجاعته منعته من التراجع. كان كل شيء يبدو طبيعيا في البداية، إلا أن صوت الرياح بين الأشجار بدا وكأنه همسات خافتة بلغات غريبة. كلما توغل في الوادي بدأ يشعر بأن الجو يصبح أكثر برودة، على الرغم من أن الليلة كانت صيفية. وبينما كان يمشي رأى من بعيد ضوءا صغيرا ينبعث من بين الأشجار. اقترب بحذر ليجد كوخا صغيرا قديما يخرج منه ذلك الضوء. وقف أمام الكوخ وطرق الباب بيده، لكن لم يجب أحد. وعندما حاول فتح الباب انفتح بصوت صرير حاد كأنه لم يفتح منذ قرون. دخل الحاج علي بحذر ليجد غرفة صغيرة تحتوي على طاولة خشبية وكرسي مكسور ومرآة قديمة على الحائط. بينما كان يتفحص المكان لاحظ أن المرآة لم تعكس صورته، بل عكست غرفة مختلفة تماما. كانت الغرفة التي تظهر في المرآة مليئة بالشموع المشتعلة، وجدرانها مغطاة برموز غريبة غير مفهوم. شعر الحاج علي برعب شديد، لكنه حاول أن يحافظ على هدوءه. فجأة سمع صوتا عميقا يقول: ما الذي أتى بك إلى هنا أيها الإنسان؟ ألم تعلم أن هذا المكان محرم وممنوع عليكم؟ التفت الحاج علي ليجد رجلا طويلا جدا، له عينان تلمعان كالنار، وابتسامة كشفت عن أسنان حادة. أدرك الحاج علي فورا أنه يقف أمام جني. قال الحاج علي بصوت ثابت: جئت إلى هنا لأرى الحقيقة بنفسي، ولا أخاف إلا الله. ابتسم الجني بسخرية وقال: شجاعتك مثيرة للإعجاب، لكنك تجاوزت حدودك. الآن عليك أن تلعب لعبتي لتنجو. قبل أن يفهم الحاج علي ما يحدث، وجد نفسه في مكان غريب أشبه بمتاهة لا نهاية لها. كان عليه يجد مخرجا، لكن كل خطوة كانت تأخذه إلى مكان أكثر ظلاما. كانت الأصوات تحيط به من كل مكان: أصوات أطفال يبكون، نساء يصرخن، وضحكات مرعبة. بدأ الحاج علي يقرأ القرآن بصوت عال، وكلما قرأ أكثر بدأ الظلام ينقشع ببطء. لكن الجني عاد وظهر أمامه مرة أخرى، غاضبا هذه المرة.
قال له: لن تهرب بسهولة. إن أردت الخروج عليك أن تحل لغزي. ما الشيء الذي يرافقك دائما لكنه لا يختفي عندما يحل الظلام؟ فكر الحاج علي قليلا ثم أجاب بثقة: ظلي. فجأة اهتز المكان بعنف، ووجد الحاج علي نفسه واقفا عند مدخل الوادي. كان الصباح قد بزغ والطيور تغني كما لو أن شيئا لم يحدث. عاد الحاج علي إلى القرية، لكنه لم يخبر أحدا بما حدث. كل ما قاله هو: الوادي ليس مكانا لنا، دعوه لأهله. منذ ذلك اليوم لم يجرؤ أحد على الاقتراب من وادي الظلال مرة أخرى. وبقيت قصة الحاج علي والجني تحكى همسا بين الناس كتحذير لكل من تسول له نفسه تحدي المجهول. نهاية هذه القصة المرعبة. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا وضع زر الإعجاب والاشتراك، وشكرا لكم. إلى اللقاء.